السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. فيديو النهاردة هنتعلم الشغل على شبك الكنفا. وانا هنا كنت جايبة الشبك دوت قطعة مستطيلة زي ما انتم شايفين كده، والفتحات بتاعتها كبيرة. طبعا هقول لكم هنستخدم خيط ايه. انا كنت عاملة فيديو مفصل لطريقة او انواع شبكة الكنفا والادوات المستخدمة وكمان انواع الخيوط. هحط لكم اللينك في صندوق الوصف. لو اول مرة تشوفي قناتي، انا قناة كرش كوين. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس دي يوصلك كل جديد. انا هنا عشان اشتغل على الشبك دوت هحتاج اقصه. وطبعا قبل ما اقصه انا لازم اعرف انا هشتغل الاول غرزة عاملة ازاي عشان اقدر اقص المسافة اللي انا عايزاها. انا هنا عملت جزء صغير الشغل عليها. وهنا عديت 39 مربع، وهقصها 39 مربع في العرض و39 مربع في الطول. يعني هنا بقت معايا قطعة مربعة بالشكل ده. في الاطراف بقى هنا الزوايد هبدأ اقصها واسويها. وهعمل كمان قطعة بنفس المقاس للظهر. وهعمل هنا 3 قطع للجنبين وللقاعدة. هعدي هنا 12 مربع وقصيت. وبعد كده في الطول 39 مربع. كده ادي قطعتين الوش والظهر، و3 قطع للجوانب وللقاعدة. 12 بالعرض مربع و39 طول. ادي الخيط المستخدم. هستخدم هنا خيط سلسلة مصري. الخيط ده مناسب لفتحات الشنطة. في ناس طبعا سألتني كتير قوي استخدم كل نوع شبك ليه فتحات معينة. انا النوع دوت استخدمت فيه خيط مكرمية سلسلة مصري. هبدأ هنا ألسع طرف الخيط، هبدأ اشتغل بإبرة الكنفا. ادي الإبرة اهي، ودي الفتحة بتاعتها. وانا كنت سايبة فيديو مفصل لأنواع الأدوات المستخدمة في شبكة الكنفا. هسيب 2 مربع من تحت بالشكل ده، وهبدأ اخش في المربع الثالث. وهسيب جزء من طرف الخيط وهثبته معايا وانا بشتغل بالشكل ده. همشي بزاوية. شايفين المربع التالت هخش في المربع اللي فوقيه بزاوية. هيكون المربع التاني من السطر التاني اهو بالشكل ده كده. طبعا انا سايبة صف من الجنب عشان خاطر انا هشتغل فيه باللون الاسود. يبقى هتيجي معايا الشغل معايا بزاوية بالشكل ده. خلاص دي اول غرزة. هشتغل الغرزة اللي بعدها في المربع التاني مباشرة من تحت اهو بالشكل ده. هدخل الابرة من تحت في المربع التاني مباشرة، وهرفع الخيط بالشكل ده اسحبه كله. والخيط اللي هو من تحت معايا انا بداريه معايا وبثبته. هخش في المربع اللي فوقه مباشرة. طبعا انا هنا بحاول اوريكي شكل الغرزة بتبقى عاملة ازاي. هشد الخيط كله وهثبت. طبعا بفضل اثبت معايا طرف الخيط اللي انا سايباه جزء تحت، هثبته معايا وانا بشتغل. ادي اول غرزتين. الغرزة التالتة هشتغل الغرزة اللي بعدها على طول مباشرة بالشكل ده. وبدخل طبعا الابرة من تحت، بسحب الخيط كله. وطبعا طرف الخيط اللي تحت انا بثبته معايا بالشكل ده. ادي 3 غرز. انا هنا هعمل 7 غرز بالشكل دوت بالعرض الشنطة. هشتغل 7 غرز. يعني الغرزة اللي معايا انا محتاجة هنا 7 غرز من اللون الكافيه او اي لون، لو كان حتى اوف وايت كده. دول 4. هشتغل غرزتين 3 غرز كمان. انا اشتغلت هنا 7 غرز. وادي الخيط معايا داريته تحت السطور. وهبدأ اشيل الطرف او الجزء الزيادة. انا هعمل صف كمان فوق الصفوف ديت. هشتغل صف كمان، يبقى كده معايا صفين من الخيط البني او الخيط الكافيه. طبعا هدخل في تاني اهو بالشكل ده زي ما انا بشاور لكم. هخش في الصف اللي بعده على طول. هخش طبعا الابرة من تحت. انا بشتغل بزاوية بالشكل ده. وهبدأ اخش في الغرزة اللي قصادها بزاوية كده. انا هشتغل عكس. هشتغل 7 غرز
رايح تاني. انا كده هرجع ب7 غرز لحد ما اوصل لاول السطر ما انا وصلت فيه. هنا بالنسبة للسطر التاني طبعا بنلاحظ ان احنا بندخل في نفس الغرزة اللي تحت وغرزة فوقيها، يعني هنا بيشترك معايا مربع في الشغل او بتشترك معايا غرزة في الشغل بالشكل ده اهو. هخش في الغرزة التالتة بالشكل ده وفي الغرزة اللي فوقيها لحد ما اخلص ال7 غرز. عشان اكون الغرزة بتاعتي هنا محتاجة هعمل كمان صفين بالطول. هخش في الغرزة رقم 3 من السطر التالت بالشكل ده وهتلاقوها مشتركة معانا في السطر التاني، يعني كل غرزة بعد كده وفي الشغل بتشترك معانا في سطر معانا، عشان كده بتلاقوا ان الشبك ما بيبانش معانا في الشغل. هخش في الغرزة اللي بعدها وبعد كده في الغرزة اللي فوقيها جنب الغرزة اللي انا عملتها بالشكل ده، وبعد كده هدخل في الغرزة اللي فوقيها فوق الغرزة رقم 2 اللي عملتها دي، وبعد كده في الغرزة اللي فوقيها بزاوية بالشكل ده. هتلاقوا طبعا وانا بشتغل كل غرزة بتشترك في الغرزة اللي تحتيها، فهتلاقوا الشغل متناسق. انا هعمل هنا 11 غرزة بالطول، صفين كده بالطول 11 غرزة. هخلص هنا الشكل وهرجع لكم ونشوف هنعمل ايه تاني. هبدأ اعمل في جزء كمان عشان اعمل حرف الاف. هنا هبدأ اخش ورا الخيط بالشكل ده عشان اوصل للجزء اللي انا عايزاه، او ممكن اللي احنا نداري الخيط تحت السطور ونقصه ونبدأ تاني من اول المكان والصف اللي احنا عايزين نشتغل فيه. انا هنا هخش بالابرة بتاعتي لحد ما اوصل للمكان اللي هشتغل فيه. انا هنا هدخل بالابرة في الصف اهي، يعني هنعد قبل 2 صفين من تحت هدخل بالابرة بالشكل ده، وفي الصف اللي تحته على طول الصف اللي قبليه قبل الصفوف بسطرين، وفي الصف اللي تحته بالظبط. يعني انا بسيب صف هنا مش معمول وهعمل بس 3 غرز فقط من الخيط، وببدأ هداري الخيط تحت السطر وهقصه. انا كده خلصت اول غرزة. بثبت بقى الخيط تحت الشغل وهبدأ اقطع طرف الخيط. انا كده عملت اول شكل في الجزء بتاعي. كده اول حرف اف انا عملته، وبعد كده هشتغل حرف اف مقلوب. خلاص انا كده هسيب سطرين او هسيب هنا غرزتين، وهخش في الغرزة الثالثة من تحت وهسيب جزء من الخيط معايا هثبته، وزي ما احنا متفقين بيشتغل بزاوية هخش في السطر اللي قصادها بزاوية بالشكل ده. هعمل هنا صفين بس، خلاص هعمل صفين بس لان انا هشتغل هنا حرف الاف مقلوب. في الغرزة اللي فيها مباشرة هشتغل اهو بالابرة بالشكل ده، وهبدأ اشتغل في الصف اللي جنبها. هشتغل 11 برضو غرزة بالطول، وبعد ما اشتغل 11 غرزة هقول لكم هنعمل حرف الاف التاني ازاي. انا هنا هشتغل بقى حرف الاف مقلوب. انا هنا خلصت 11 سطر. هاجي هنا في السطر اللي تحت وهعمل صف مكون من، انا كنت كده عامله سطرين، هعمل صف مكون من 5 غرز بالشكل ده.
بعد ما اخلص ال5 غرز هنتقل للصف اللي تحته مباشرة وهعمل 5 غرز كمان. طبعا 5 غرز مع السطرين اللي انا كنت عاملاهم هيبقوا معايا 7 غرز. هنزل هنا للصف اللي تحته مباشرة وهبدأ اعمل 5 غرز بالشكل ده لحد ما اوصل النهاية. هعمل بقى حرف الاف زي ما عملت في الجزء اللي قصاده بنفس الطريقة. هخش في السطر الثالث وبعد كده في السطر اللي فوقيه وهعمل 3 غرز جنب بعض بالشكل ده، وهبدأ اداري الشغل. وادي شكل الاف زي ما انتوا شايفين. هيبقى واحد معدول، حرف اف معدول وحرف اف مقلوب. طبعا بقى هبدأ اشتغل بنفس الطريقة دي، بنفس زي ما انا ما عملت بالظبط. هعمل حرف الاف المقلوب الاول بالشكل ده، هيبقى 7 غرز بالعرض سطرين، وبعد كده التاني هيبقى معدول، يبقى واحد سطر اف مقلوب وواحد معدول، وهبدأ اشتغل لحد ما اخلص عرض الشنطة. هخلص العرض بنفس الطريقة وهرجع وهنشوف هنعمل ايه تاني في تكملة الشنطة. انا هنا خلصت الشغل بالعرض وهبدأ اشتغل بنفس الطريقة كمان صفوف بالشكل ده، حرف اف مقلوب وحرف اف معدول. هشتغل فين؟ انا هسيب هنا سطرين بالشكل ده، هسيب سطرين وهخش في الغرزة رقم 2 من السطر التاني، شايفين؟ وبعد كده هنزل على السطر الرقم اللي تحت على طول في الغرزة رقم 3 بالشكل ده، وهشتغل برضو حرف اف مقلوب 7 غرز سطرين، وبعد كده اشتغل حرف الاف بنفس الطريقة بنفس الاسلوب بالظبط. اهم حاجة اللي انت بترتبي طريقة الشغل والصفوف اللي انت بتسيبيها تسيبيها زي ما انا سايباها كده بالظبط. هشتغل بالشكل ده لحد ما اخلص الشنطة كلها. انا هنا خلصت الشنطة بالشكل ده. انا هنا اتبقالي فوق سطور بس ما كملش معايا ان اعمل حرف اف كمان. انت ممكن تقصيها بس انا هسيبها هنا ان اسيبها غرز او باللون الاسود، بس انا مش هحتاج اقصها، هشتغل فيها باللون الاسود. عشان اشتغل باللون الاسود وهنملى الفراغات هوريكي هنشتغل ازاي. هنشتغل بنفس الغرزة بالظبط. انا هنا البقرة السوداء كانت معايا ارفع شوية من البقرة اللي لونها ذهبي او البقرة الكافيه، انا اشتغلتها هنا على فتلتين. طبعا زي ما احنا عارفين ان انا معايا هنا الشبك معايا فتحته واسعة، فانا اشتغلت على فتحتين. انا هنا طلعت في الغرزة رقم 2 من السطر التاني، وبعد كده نزلت للسطر اللي تحت
اهي في الغرزة رقم 2، يبقى الغرزة رقم 1 في السطر التاني، وبعد كده نزلت في الغرزة رقم 2 من السطر الأولاني بالشكل ده. دي أول غرزة من اللون الأسود. هنتقل للصف. طبعا زي ما احنا متفقين ان احنا بنشترك، كل غرزة بتشترك في الغرزة من السطر اللي بعدها. هخش في السطر التاني اهو في أول غرزة، وبعد كده في الغرزة اللي تحتيها، وهتلاقوها اشتركت معايا في غرزة من السطر اللي جنبها بالشكل ده. مش هتلاقوا فيه اي فراغات. اهم حاجه لو هتشتغلي القطعه البقره على فتلتين، ظبطي الخيط وما يكونش معوج معاكي، ويكون مظبوط بالشكل ده زي ما انا بظبط. هتظبطي وتكون الفتلتين جنب بعض بالظبط. هامله بقى الفراغات اهو، انا اشتغلت بالطول ومليت الفراغات كلها بالطول، وهبدا اشتغل بقى كل الفراغات الموجوده. انا هنا في السطر اللي فوق نزلت في السطر اللي تحتيها، وبعد كده هدخل بالابره في الغرزه اهي المشتركه من السطر اللي فوق، وبعد كده هنزل السطر اللي تحتيه بالشكل ده. وانت بتشتغلي هتلاقي الشغل ماشي معاكي مظبوط، وشايفه كمان الغرز اوضح من كده. هامله الفراغات بالشكل ده، ولما الخيط يخلص طبعا برضو بثبته، وبعد كده بقصه وبشتغل تاني. هشتغل في كل الفراغات دي. انا هنا بعد ما خلصت الشنطه كلها بالشكل ده، مليت كل الفراغات باللون الاسود، ودي هي طالعه تحفه. الشغل طالع مظبوط، مفيش اي شبك باين. طبعا انا هنا هبدا اشتغل بقى في الجزء ده الجنبين. لما انا اشتغلت فيهم كانت طلعت معايا الغرز اقل شويه، فاشتغلت 6 غرز بدل 7 غرز بالعرض. تمام. فطلعت معايا برضو مظبوطه. اهم حاجه انت بتظبطي شكل الغرز على شكل، على عدد او طول القطعه اللي معاكي. هشتغل بقى في القطعه بتاعه القاعده. انا مش هشتغل بنفس الغرزه، يعني مش بنفس حرف الاف، انا هشتغل باللون الاسود بس بنفس الطريقه. يعني هشتغل بنفس التطريز اللي عملته بالظبط، بس باللون الاسود بس.
هامله الغرز كلها باللون الاسود، او القطعه معايا باللون الاسود. انا دخلت في السطر الاولاني اهو في الغرزه رقم 2، وبعد كده في السطر اللي فوقيها في السطر رقم 1، وابدا اشتغل بالنظام ده. طبعا انا اهو خلصت صف، وهشتغل افضل رايح جاي رايح جاي بالصفوف. انا هنا معاكي لحد ما اوريكي برضو الغرزه بشتغلها ازاي. اشتغلت اهو بالشكل ده في الصف اللي تحتيها، وبعد كده في الصف اللي فوقيها في الصف اللي تحتيها، وهتلاقي كل غرزه مشتركه هتشترك معايا في غرزه في مع في اللي قصادها على طول. شايفين بالشكل ده. بعد ما خلصت هنا القاعده، انا هنا هبدا ابطن القطعه بتاعتي او الشغل بتاعي. هو الشغل بتاعي طالع يعني مش بايظ خالص من ورا، شكله حلو، بس برضو لازم ابطن الشنطه لان بتدي شكل جمالي للشنطه وقيم. انا هنا قصيت لكل قطعه على قدها بالظبط. يعني كل بطانه انا قصيت لكل قطعه قدها، وهبدا اخيطها بخيط اسود عادي او خيط شفاف ايا كان. بتخيطي سراجه عاديه بحيث ان تعملي خياطه مظبوطه والخياطه ما تكونش باينه. هخلص كل الخياطة لكل القطع اللي معايا، وهنرجع نشوف هنقفل الشنطة ازاي وهنعمل ايه تاني. خلصت كل البطانة بالشكل ده، قفلتها بسراجة، وهبدأ هنا اقفل الجزء. بس قبل ما اقفل انا عايزة اعمل قطعة للسوستة. انا هعمل هنا 28 سلسلة. وطبعا وانت بتشتغلي عدد السلاسل قيسي بعد ما بتخلصي، بتقيسي على عرض الشنطة وتشوفيه مناسب لعرض الشنطة ولا لا. انا هنا هقيسه. طبعا انا هسيب سنتي بس عشان لما تشتغلي على الشغل بيزيد معاكي سنتي. انا هشتغل غرزتين كمان وهبدأ اشتغل سطور فوق ال28 سلسلة. اشتغلت اول سطر، وبعد كده هرتفع سلسلة وهشتغل سطر كمان، يبقى كده اشتغلت سطرين بغرز الحشو. يبقى انا هنا في القطعة دي بشتغل بغرز الحشو، وهشتغل على القطعة دي 3 سطور من غرز الحشو، وهعمل قطعة كمان زيها ب3 سطور. عملت هنا قطعتين، كل قطعة 3 سطور، وهبدأ اثبت الاول عليها السوستة بسراجة برضو عادية. الاول عشان السوستة تطلع معاكي مظبوط ثبتيها الاول في القطعة بدبابيس او اي ماركر، وبعد كده ابدأي خيطي عشان تطلع معاكي مظبوطة. انا هثبت السوستة وهبدأ اخيطها في الشغل. هبدأ اقفل بقى القطعة معايا. هبدأ اثبت الخيط بالشكل ده، وهربطه في اي جزء من جانب الشنطة، وهبدأ اثبت الجوانب. اهم حاجة وانتي بتثبتي ثبتي القطعة صح بحيث تكون مظبوطة والشغل اللي ماشي معاكي مظبوط. انا هنا جبت القطعة هنا، وكل غرزة او كل مربع موجود هنا في الحروف هشتغل عليه بالشكل ده، هلفه على بعضه كده. يعني المربع دوت من القطعة دي قصاده بالمربع التاني من القطعة التانية. انا هنا الخيط كان رفيع معايا زي ما أنا قلت لكم، الخيط الاسود. انا المفروض اشتغل هنا على فتلتين. انا هفك اللي انا عملته ده، كنت شغاله على فتله واحده، وهبدا اشتغله على فتلتين. انا هنا ثبت الجنبين واشتغلت على فتلتين زي ما انا قلت لكم، وهبدا اثبت القاعده بالشكل ده. انت لو معاكي ماركر او معاكي اي حاجات دبابيس ابداي ثبتي كل القطعه الشغل عليها القطعه ثبتيهم في بعض، وبعد كده ابداي
قفلي الشغل على بعضه. وانتي بتقفلي حاولي تظبطي وما تشديش الخيط قوي عشان ما يكسرش معاكي الفتحات بتاعه الشبك. هخلص هنا القاعدة، وكمان هحط وش الشنطة عليها وهقفله، وهنرجع نشوف هنركب السوستة ازاي. انا هنا خلصت تقفيل الشنطة معايا وطلعت التقفيل مظبوط بالشكل دوت. هبدأ بقى اركب السوستة، وطبعا زي ما انتوا شايفين ان الشنطة معايا هنا مظبوطة. انا هقفل هنا بالخيط اللي معايا، بس الافضل اللي انتي كنت تقفلي بخيط عادي. ثبتي طبعا الاول بماركر، بس كنت عايزه اقول حاجه ان انت ممكن تقفلي بخيط عادي ازاي. قبل ما تحطي السوسته، ده كان افضل لها يعني ليا في الشغل لما انا بدات اشتغل فيها. لف حروف الشنطه من فوق اللي هي اللي باينه منها شكل الشبك، لفيها بالخيط الاسود، وبعد كده ابداي قفلي السوسته بالسراجه العاديه بخيط عادي، ويبقى معاكي الموضوع سهل. طبعا بعد ما خلصت تقفيل السوست انا هبدا هنا احط هنا ايد او يد للشنطه بيديها شكل جمالي. اليد ديت هي يد لونها ذهبي، انت ممكن تستغني عنها، ممكن تعملي اي يد عاديه، بس هو بيديها شكل جمالي بالنسبه لشكل الشنطه. انا هنا هعمل غرز من الحشو حوالين اليد، وليكن 21 غرزه حشو. بمعنى اصح تلت المساحه اللي موجوده في اليد هشتغل عليها بغرز الحشو. هبدأ اشتغل زي ما عملت الجزء التاني بنفس عدد الغرز بالشكل ده، وهبدأ بقى اثبت اليد. ده اهم حاجة وانتي بتثبتي اليد، ظبطي الاول وسنطريها يعني في منتصف الشنطة، وابدأي ثبتيها بالشكل ده. انا بخش هنا بالراحة في فتحات الشبك بالشكل ده. اهم حاجه بدخل بالراحه جدا عشان خاطر ما الشبك ما يتكسرش مني والشنطه ما تبص مني. وهبدا اثبت هنا الخيط، وفي كل غرزه ببدا ادخل واثبت الخيط. عايزه تثبتيها بخيط، انا مثبتها بنفس الخيط اللي انا مشغله بيه. عايزه تثبتيها بخيط شفاف او اللي هو البلاستيك، او خيط عادي، ممكن تثبتيها عندك خيار، بس اهم حاجه تثبتيها مظبوط وتطلع معاكي مظبوطه. بعد ما ثبت هنا اليد انا معايا هنا جنشات سهله الفتح. لو انت ما عندكيش انت ممكن تجيبي جنشات عاديه او حلقات عاديه وبتثبتيها برضو بغرزتين. انا هنا هدخل الغرز في او الجنش في قلب كام غرزه كده، 3 غرز ولا حاجه من الشغل. خلاص بالشكل ده بسلك لنفسي وببدا ادخل الجنش. وهنا لو عايزه تحطي حزام سلسله او حزام جلد خيار، الاتنين حلوين جدا عليها وهيليقوا. لو عايزه تعملي حزام بالخيط برضو هيليق جدا، بس انا لقيته افضل ليها اللي هو الشكل الحزام اللي هو معمول بالسلسله، شكله تحفه عليها قوي، وكمان الجلد هيبقى شكله شيك برضو.
هنا خلصت الشنطة بتاعتي وطلعت بجد شيك جدا وتحفة. هي بتاخد معاك الغلبة شوية بس النتيجة روعة وهتنبهري بيها. طبعا لو عجبك الفيديو يا ريتك تعملي باشتراك ولايك وتحطي لي كومنت محفز وتقولي من اي بلد بتشاهديني، ولو في اي حاجة ما عملتهاش في القناة نفسك اعملها قولي لي اعملها واكتبي لي في الكومنتات. ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.